السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم الحلوه ديال التمر. هنا في هذه القصعه هذه عندي ربعه ديال الزبده المارغرين. ممكن انكم تستعملوا زبده سبيسيال وعلى حسب الطلب ديال الكليان. عندي كاس ديال السكر الثقيل، وعندي قبيصه ديال الملح وفاني ديال الزهر. هنا بالنسبه للعجين التمر عندي المعجون ديال التمر، وعندي 2 معالق ديال الزبده كبار، 2 معالق كبار ديال الزنجلان كنكون حمرته واحد شويه ماشي بزاف، وقبيصه ديال الملح وازه ديال الزهر. هنا كنخلط الزبده مزيان وكنضيف لها كاس مع مرش ديال الزيت، تقريبا ثلثين. صافي هذا هو القياس. كنحطو على جانب حتى كنخدم الزبده مزيان، ما كتبقاش فيها هذيك الكويرات اولا دوك الحبيبات. كندلكها مزيان وعاد كنضيف الزيت. الزيت غيساعدني باش نطلقها ايضا. صافي هنا كنبدا نخدم بشويه حتى كتطلق مزيان. هنا من بعد ما تخدمات الزبده هانتوما كتشوفوا كتولي ملسه، كنضيف ماء الزهر. ماء الزهر عندي نصف كاس. طبيعه الحال هنا ملي كنبغيو نخلطوا الزبده مع الماء ما كيبغيش يتخلط، كنضيفوا واحد شويه فقط ديال الدقيق غير باش يشرب لينا داك الماء ويساعدنا باش تطلق. صافي وكنخدم غير شويه بشويه، كنضيف الدقيق حتى كيتشرب داك الماء. الا ضفنا الدقيق كله في دقه واحده كيشرب الماء ما كتجيناش العجينه دايره بحال الصابلي، كتجينا مطاطيه كتطلق. انا غنبدا نجمع شويه بشويه. ملي كنشوف داك الماء ما بقاش عاد كنضيف الدقيق. بهاد الطريقه هذه كنبقى نضيف شويه بشويه. راه الطريقه سهله ولكن راه كتجي العجينه رطبه. ملي كطيب كتجي رطبه دايره بحال الصابلي، مرمله وهشيشه. هانتوما هنا ما بقاش الماء نهائيا. في هذه المرحله هذه غنضيف الدقيق. بطبيعه الحال كل واحد كيدير على حسب النوع ديال الدقيق. انا هنا كنستعمل تريه وكنبقى كندخل غير بالاصابع هكا الدقيق في الخليط بحال غادي نخدموا الصابلي. ما كنستعملوش الراحه اليد لان كتكون سخونه وكتسخن لينا الزبده، كتخليها تشرب بزاف ديال الدقيق. داكشي باش كتجي العجين قاصح. غير بهذه الطريقه هذه كنمشيو حتى كيتجمع عندنا وكنوليو نحصلوا على عجين رطب ما كيلتصقش باليدين نهائيا. غير بشويه كنبقى نجمع ما كندلكش. صافي هنا جمعت لي العجين. هانتوما كتشوفوا هنا من بعد ما تماسكت العجين هانتوما كتشوفوا كتكون رطبه. ملي كنجرها ما كتمططش، يعني ماشي الاستيك. صافي كنجيب الميزان كنخليها بعدا واحد شويه في الثلاجه ترتاح. كندير لها بلاستيك نقي وكندخلها للثلاجه ترتاح تقريبا غير ديك نص ساعه تشد راسها. كناخذ العقده ديال التمر، ضروري تشريو شي عقده اللي تكون رطبه. صافي كندعقها مع ديك الزبده والقرفه وشويه ديال المليحه والسكر الفاني وداك الزنجلان. صافي كنخدم هاد العقده هذه مزيان مزيان حتى كتولي رطبه، وكنزيدو حتى معلقه ديال الزهر. هانتوما ملي تخدمات كتولي رطبه. صافي كندير كويرات من 8 غرام حتى ل 10 غرام ما نفوتهاش بهذا الحجم هذا. المهم اللي عندها الميزان في الدار كدير عينها ميزانها، واللي كتخدم لي كوموند وخافت دير الميزان من الاحسن. صافي كنحضر هاد الكويرات هادو.
هنا البنات انا قسمت العجين، درت 14 غرام في كل كويره ديال العجين. يمكن لكم انكم تقطعوا العجين في مره من الاول، ديروا 14 غرام وتحطوها كذلك. تكوروا هاد الكويرات ديال التمر. هنا كاين بين 8 حتى ل 10 ما تفوتوهاش، الا كتجي هي هذيك. هنا عندي شويه ديال الدقيق، وبطبيعه الحال هذا الطبع ديال المعمول، وهذا كتختاروا الرشمه اللي بغيتو. طريقه سهله، ولكن هاد الوصفه راه كتجي رائعه وكتجي رطبه وهشيشه، ما كتجي لا معجنه لا حتى حاجه. كنكور بهذا الشكل هذا وكنزل صافي، وكندور عليها العجين. نحاولوا ما نستعملوش الدقيق بزاف لان العجينه ما كتلتصقش. بهذا الشكل هذا. اللي ما عندوش هذا الطابع ديال المعمول يمكن له يستعمل فقط يعني غير بيديه يشكلها، يدير هلاليات اولا يدير كويرات بحال هكا ونقشهم اولا مستطيلات صافي. حتى كنكمل الكويرات اللي عندي كندوزهم في شويه ديال الدقيق بالطريقه هذه. بطبيعه الحال البوطاجي راه نقي صافي. وكنضغط ضغطه خفيفه وكندفع بهذا البيستولي هكا بالطريقه هذه حتى كيخرج عندنا الشكل. نعاود معكم وحده اخرى. هذا الشكل البنات راه كيجي زوين. دابا ان شاء الله غادي نستفى في اللاطه ونكمل كاع الحبات اللي عندي حتى نكمل ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله. هانتوما البنات هذا هو الشكل ديالها من بعد ما شكلتها بداك الطابع ديال المعمول. هذه نصف عجنه فقط اللي خدمت. السيده طلبت مني نصف عجنه هي هذه. هانتوما البنات من بعد ما نشفات ليله كامله هنا طيبتها في الفرن. هانتوما الدرجه ديال التحمير ديالها ما خصهاش تفوت هاد الدرجه هذه، ما تحمرش بزاف، لان لا حمرت بزاف وتحمرات التمر اولا المعجون ديال التمر اللي لداخل غادي يقصاح وتجيكم العقده قاصحه. فلهذا غير تصفر بحال هكا اولا الذهب شويه. نتوما كتشوفوا المنظر ديالها كي داير، والزواقه راه كتبقى ما كتبدلش. دابا هنا غادي نبدا نديرها في السكر كلاصي. كندير السكر كلاصي وكنمسح باش كتبان ديك الرشمه بهذا الشكل هذا صافي. انا غنكمل كاع الحبات اللي عندي ونتلاقاو مع الشكل النهائي. هذا هو الشكل ديالها النهائي. انا غنحل معكم واحد الوحده وتشوفوا كيفاش دايره. كتجي هشيشه والعقده هانتوما العقده كتجي رطبه. يعني كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه هذه وتنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء ان شاء الله في وصفه قادمه بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله.